يا مساء الخير على حضراتكم. كل الأجيال لمّا بييجي شهر رمضان من كل سنة، كل الأجيال بتقعد تقول إيه، بتردد جملة واحدة، بتقول رمضان زمان كان ليه طعم تاني، رمضان زمان كان ليه طعم تاني. طبعًا آآ الأجيال اللي موجودة حاليًا هي ما شافتش رمضان زمان كان عامل إزاي، بس شُفناه من خلال إيه، من خلال الأعمال الدرامية، وكمان شُفناه كمان من المؤرخين رواة التراث والمؤرخين اللي اتكلموا عن حلاوة رمضان زمان. الحقيقة آآ كل جيل بيبقى ليه طقوسه في شهر رمضان، وفعلًا كمان رمضان دلوقتي مش زي زمان. طيب هل رمضان مع رؤساء مصر وطقوس رؤساء مصر في شهر رمضان على مر العصور كان مختلف عن رمضان بين المواطنين؟ أيوه طبعًا، كل رئيس كان ليه طقوسه الخاصة، بس الحقيقة كل رئيس يعني هتلاقي إن الحاجات المشتركة اللي بيتقاسموا فيها كلهم إن جميع زعماء مصر كانوا حريصين جدًا على أداء الصلاة وعلى في المسجد في مساجد قريبة من بيوتهم، وكمان على صيام شهر رمضان، وكانوا حريصين على إنهم كمان يروحوا يحضروا حفلات ليلة القدر ومسابقة حفظة القرآن الكريم. الحقيقة آآ الحاجة الوحيدة اللي هم كانوا بيختلفوا فيها رؤساء مصر هي طقوسهم وعاداتهم في الأكل، كل واحد كان ليه طقوس وعادات في أكله. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين هنتعرف على طقوس وعادات وتقاليد رؤساء مصر في شهر رمضان عبر العصور. لما بنتكلم عن طقوس زعماء مصر رؤساء مصر عبر التاريخ في شهر رمضان، أول رئيس النهارده هنتكلم عنه هو الرئيس جمال عبد الناصر. الرئيس جمال عبد الناصر كان ليه طقوس وعادات معينة جدا في شهر رمضان، زي مثلا كان راجل بسيط قوي في إنه بيتعامل مع حراسه. كان قبل ما يفطر بيطمن على إن حراسه الحراسة الخاصة بيه فطروا ولا لا. كمان كان بيميل للوجبات الخفيفة جدا، ويفضل الخضار، ياكل خضار مع قطع لحمة بسيطة. وأما بقى في وجبة السحور كان بياكل إيه؟ بيفضل إنه ياكل فول مع زبادي، حاجة خفيفة علشان ما تتعبوش أثناء الفطار لأنه كان مصاب بمرض السكر. من ضمن العادات كمان اللي كان بيقوم بيها الرئيس جمال عبد الناصر إنه اصطحابه كان بيصطحب وزير التموين في بيتجولوا بسيارته الخاصة علشان يتناقشوا في أمور البلد، وكمان يتناقشوا في إن هم إنه وزير التموين يوفر مشا مدعمة بألوان زاهية لتوزيعها على الفقراء ومحدود الدخل في شهر رمضان وفي وعند حلول شهر عيد الفطر. تعالوا احكي لكم عن واقعة مشهورة جدا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في شهر رمضان. أصر إن هو يؤدي مناسك عمرة رمضان بجواره السيد حسين الشافعي، نائب بتاعه، نائب رئيس الجمهورية في الوقت ده. كان بيصلي الفجر في جماعة وبيفطر بين الناس في الحرم. تعالوا احكي لكم بقى عن طقوس الرئيس محمد أنور السادات في شهر رمضان كانت عاملة ازاي. الحقيقة كان رئيس محمد أنور السادات كان بيقضي حياته ما بين القاهرة وما بين مسقط رأسه في قرية ميتا بوخون بالمنوفية. أغلب وقته كان بالليل أو النهار كان بيقضيه في قراءة القرآن، وكان بيطلب حضور الشيخ النقشبندي في ميتا بوخون كل ليلة في الليالي القمرية في رمضان.
الرئيس محمد أنور السادات كان بيحب قوي ياكل اللحمة المسلوقة مع شوية من الأصناف زي الموزة البتلو والوز والبط. ما كانش أكيل قوي، وكمان حتى بيبان على قوامه يعني كان رشيق يعني رياضي. لكن كان دايما متعود ان هو يعمل مائدة افطار كبيرة جدا في استراحته بالمعمورة لكل القيادات السياسية. وبعد الفطار كان بيبتدي يتنقل ما بين موائدهم ويسلم عليهم ويهزر معاهم ويضحك ويتبادل معاهم حل مشاكل البلد، بيشوف المشاكل اللي في البلد ويبتدوا يتكلموا ويتناقشوا مع بعض. في ليلة القدر كان الرئيس محمد أنور السادات كان بيقيم مائدة إفطار لأشقائه وأبنائهم وبيستمع لمشاكلهم وطلباتهم. والأسبوع الأخير من رمضان كان بيعتكف في سينا متعبد قارئ للقرآن. تعالوا أقول لكم ونحكي مع بعض عن الرئيس حسني مبارك وطقوسه وعاداته كانت إيه في شهر رمضان الكريم. كان من عشاق أكل الجمبري والكافيار جدا والسي فود. كان بيفضل مأكولات البحر الأحمر. بيقضي فترات من شهر رمضان في شرم الشيخ لو ما فيش عنده أي التزامات في القاهرة هو وأسرته يعني. كان بيحب قوي صدور الحمام. من أهم الرياضة اللي كان بيمارسها كان بيمارس رياضة الاسكواش في نهار رمضان يعني وهو صايم، وبعد الفطار كان بيصلي مع أسرته التراويح في مسجد آل رشدية. الحقيقة زي ما قلنا إن رؤساء مصر في شهر رمضان كان بتجمعهم حاجات مشتركة: الصلاة والصيام ومجالسة الناس والقيادات السياسية وعمل إفطار جماعي. الحقيقة زي ما قلنا إن أكلهم بيختلف، كل واحد أكله بيختلف عن التاني. أعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا، وبشوفكم في حلقة جديدة وأشوفكم على خير إن شاء الله.